أهلا وسهلا بكم في قناة أخبار أيوبيل، حيث نطلعكم على أحدث المستجدات والتطورات. أعلن وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين أن المغرب سيصوت بالإيجاب على قرار غير ملزم للأمم المتحدة يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام. ومن المقرر إجراء هذا التصويت في 15 من ديسمبر لعام 2025. ويعد هذا الإعلان خطوة تاريخية ومهمة في مسيرة حقوق الإنسان. وأوضح السيد وهبي استنادا إلى تقارير إعلامية متعددة أن المملكة المغربية تراهن اليوم على هذا القرار بشكل إيجابي من خلال إعلان تصويتها بالموافقة لأول مرة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في شأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام. وأكد أن هذه الخطوة تتناغم مع التقدم الكبير الذي تشهده المملكة على صعيد حماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها على المستويين الوطني والدولي. وأضاف الوزير أن هذا التصويت على القرار إنما يعكس التزام المغرب بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام خلال فترة التصويت المحددة بعامين. كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستكون انعكاساً للواقع، إذ أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ عام 1963. وأكد السيد وهبي وفقاً لنفس المصادر أن التصويت على القرار سيكون تعبيراً عن التفاعل الإيجابي مع توصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة تلك الصادرة عن اللجنة المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولجنة مناهضة التعذيب، وآلية الاستعراض الدولي الشامل. نشكركم على متابعتكم لقناة أخبار أيوبيل. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات لتتلقوا كل جديد. وإذا أعجبكم هذا الفيديو فشاركوه مع أصدقائكم وأحبائكم. إلى اللقاء في مستجدات أخرى.